تجري بينا السنين لحياة نتي انا الشقلب لي كياني خلاني بقيت انا مش وحداني. دلوقتي قدرت بجد اتشات والسيلفي رفع لي الكومنتات. انا مهما حكيت ازاي مبسوط، لابتوب وتابلت شاب كيوت. موبايلي خلاص قرب مسافات، GPS خرجني من المتاهات. انا كل حياتي بقيت ريتويت، بعمل علاقات واي فاي في البيت. عالبوست نشير كام ريكلام من فيلم الغن ولا احلى كلام. بدل التليفون بقى فيه اتنين، كفايه عليا اشيل خطين من واتس الفايبر حتى سكاي. بتكلم فيديو جواب باي 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 باي. وبقينا في عالم مش عالم فيه لينا مكان، عايشين الدنيا وربنا عالم عايشينها ازاي. يا عالحياة واخدانا في اتجاه، تجري بينا السنين لحياة الفضائية. ايوه جايه. مين؟ ادخلي ادخلي. ازيك يا طن؟ ازاي؟ مش طايقه روحي. انت كمان؟ انا اللي مش طايقه نفسي ولا طايقه اي حاجه. فين روز؟ يا صحابي وصحباتي هنا ومحلك سيرتك. بصوا وشوفوا حاجاتي. في ايه مالك يا ربي مكلضمه كده ليه؟ انت اللي بالك منشكحه قوي كده ليه؟ عشان خلصت الكتاب. انا بقى مش طايقه نفسي عشان مش لاقيه اي حاجه اضيع فيها وقتي. ملل، مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه. ما انا ما قلت لكم اقروا، انتوا اللي مفيش فايده فيكم ابدا. يا بنتي وانا بقى في يعني نقرا؟ يا قرايه وقرف وملل. طول عمرك تافهه. انا طهقان وزهقان ومملول، مفيش نت ومفيش فيس ومفيش حاجه اعملها، مفيش حاجه اكلها. ما زهقتش يا عمرو من القعده اللي انت قاعدها دي؟ زهقت يا راجل، ده انا حاسس اني لزقت في الكرسي من كتر القعده. طب ما احنا نجيب شمعه نحطها تحت الكرسي، يمكن اللزقه دي تسيح وتنزل تفك رجلك شويه. رجلي؟ وانا كنت حاسس برجلي يا راجل؟ ده انا حاسس ان انا اتكسحت من كتر القعده. طب اطلب حاجه تشربها. منين يا حسره؟ وانا مضيع فلوسي على اللي ما يتسموا. وعليك من ده بايه يا ابني؟ بكره النضاره اللي انت لابسها تبقى كعب كوبايه. لا ودمي بقى يلطش يا راجل. ده مفيش بنت مستحمله تقعد تتكلم معايا 10 دقايق. ما هو برضه انت الغلطان يا عم. في حد يصاحب واحده ويقول لها شعر المتنبي؟ أو 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 أو. انت لازم تساعدنا يا دكتور، انت اكتر واحد عارف وملم بنقط ضعف كل واحد فيهم. احنا لازم نخليهم يعرفوا يقروا، ده اكتر عمل جليل احنا ممكن نعمله. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كويس اني لقيتك هنا يا دكتور. كويس اني لقيتك هنا يا دكتور. يا ابني لازم تلاقيني هنا. انا قاعد في العياده بتاعتي، ولا انت داخل تقفيصه حمام ولقيتني قاعد فيها؟ وانت يا روز، بصوا بقى، انتوا الاتنين اكتر ناس هتفهمني. هو انا دلوقتي يا دكتور في حاجه غلط ان انا بحب الكتب؟ يا جماعه انا خايف انعزل اجتماعيا بسبب حب للقرايه. محدش فاهمني. انت كويس يا مروان، العيب فيهم هما مش فيك انت. فكروا كده معايا، لو خليناهم كده يقروا هتفتكر هيفضلوا شايفينك كده؟ مين دول اللي يقروا؟ انت بتهرجي طبعا. تيفا هيقرا؟ ده بقى دوركم انتوا الاتنين، وانا هساعدكم بخططي الجهنميه واساليبي النفسيه. وهي حاجه اتسلى بيها بدل ما انا قاعد من الملل اللي انا فيه ده، من قله الشغل اللي انا فيه ده. هساعدكم. طب تفتكري نبتدي بمين؟
نبتدي بروبي. الو. ايوه يا خالد. خالد تعالى خرجني، تعالى نخرج نعمل اي حاجه، انا ملانه مفيش اي حاجه اعملها. اعمل لي مفاجاه، اعمل اي حاجه. انت مالك؟ انت انا هعمل نفسي اتفاجئت، انت ايه مشكلتك يعني؟ وبعدين انا عيد ميلادي قرب كمان، خلاص يلا اعمل لي مفاجاه. انا قاعده مش بعمل اي حاجه. نعم؟ باباك داخل وعايز تقفل؟ طب غور يلا. بصي يا روبي، ايه رايك في اللي ممكن يوديكي مكان تاني وعالم تاني وانتي قاعده هنا مكانك؟ ده كان زمان يا حبيبتي، ايام النت والعيشه والفرفشه. بصي بس، انا هوديكي مكان تاني ولحظه تانيه بشكل تاني، شكل انتي ممكن ترسميه وممكن كمان تقدري تشوفي الناس بالطريقه اللي انتي عاوزه تشوفيها. روز سيبيني في الهم اللي انا فيه، في مصيبه حصلت وانتي ما تعرفهاش. في ايه تاني؟ كولوني ساب امل. يا ستي ما يسيبها ولا يتنيل، ركزي مع امي انا بس. انا هديكي ده اللي هيوديكي لعالم تاني ولحظه تانيه خالص. جربي بس مش هتخسري حاجه. اجرب. بصوا يا جماعة، احنا عايزين ميزو يتشد من أول صفحة يقراها وينسى كل حاجة. مثلا ممكن نخليه يقرا تاريخ، يقرا عن ابن بطوط. ميزو هيقرا تاريخ ابن بطوط؟ ميزو ممكن يقرا تاريخ العم بطوط مش ابن بطوط. تاريخ ايه بس يا دكتور؟ ما تشوف لنا كده حاجه تانيه، ده اخويا وانا عارفاه. لقيتها سياسة، كله دلوقتي بتاع سياسة. تقول لك يا اخويا اسمه ميزو هيقرا سياسه؟ يا دكتور ميزو لسه صغير قوي على الحاجات دي. طيب ممكن نخليه يقرا ميزو يبقى جميل شعره مع الشعر. شعر. ما تشوف لنا حاجه تانيه، مش هينفع الكلام ده. لا اصل اقتصاد ما ينفعش، جغرافيا، ادب. بس ايه الادب اللي يخلي ميزو ينسى امه؟ بس انا جات لي فكره يا دكتور من افكارك الجهنميه. الظاهر البلطو دوت بيخليك يعني ينبثق من وجدانك افكار عميقه. احنا هنخلي ميزو يقرا عن ميكي، بطوط، مغامرون الخمسه، اي حاجه من الحاجات دي. انا لقيتها. ايه؟ هاري بوتر. ميزو مع هاري دونت ميكس بوتر. يا ابني ما هو انت لو تقول لي ايه اللي مضايقك بس. بص انا زهقان وجاي لك من البيت زهقان عشان تفكني. مملول قوي يا مروان، فكني يا مروان. افكك ازاي يا ابني؟ طب انزل لي تحت تعالى وانا اكلمك. هتفكني؟ تعالى بس، تعالى انزل. ماشي. ايه يا ميزو؟ مش كده. بص يا ميزو، بص. تخيل كده ان في مكان بيعلم السحر، تعليم سحر. ناس فيه بيعلموا الناس ازاي يبقوا سحرة، ناس بتطير فوق السحاب على مقشات، كل حياتهم كده. سكت ليه؟ كمل. مفيش، اصل كان في مدينه انا اعرفها الناس فيها ما بيتعبوش في اي حاجه، كل اللي بيتمنوه بيلاقوه. يضربوا بالعصايه يلاقوا الاكل، يضربوا بالعصايه يتشال الاكل. الله، كمل كمل. الناس دول كان عندهم مشكله كبيره ان هم اوزان، فما يقدروش يطولوا الحاجات العاليه. انت مش قلت لي انهم بيطيروا؟ لا، ما مره واحده ما بقوش يعرفوا يطيروا ولا يمشوا كمان. كمل كمل. حلوه الحكايه دي؟ عايز تعرف ايه اللي هيحصل بعد كده؟ يا ريت. خد اقرا الكتاب ده ولو عجبك هجيب لك بقيه الكتب. الواد تيفا ده بقى اللي محير، ملوش مدخل ابن اللذين، وبعدين ما بيفهمش في اي حاجه في الدنيا، انتوا عارفين. طب هقول لك ايه؟
ايه رايك بقى احنا ممكن نديله كتاب كيف تصبح مليونير في خلال اسبوعين؟ وعلى فكره يا مروان الكتاب ده انا بقالي سنتين بقراه وبيجيب نتيجه هايله، وزي ما انت شفت ما شاء الله بكسب حوالي 50 جنيه في الشهر. كيف تصبح مليونير في اسبوعين؟ لا انا ممكن اصدق ان انت قريت كتاب كيف تصبح دكتور في اسبوعين، عشان انت لا يمكن تكون درست 7 سنين. هو في كتاب اسمه كده يا دكتور؟ ايه ده انت؟ ايه اللي انا قاعد معاهم دول واخوك حطيت له رجله؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه بس ايه؟ انا منشكحه جدا لاول مره في حياتي ابقى فخوره باخويا الفاشل عشان اخد منك الكتاب. شفتي؟ بس سيبي ميزو دلوقتي وفكرونا بتيجي شوفوا له كتاب. احنا ممكن نديله كتاب السر سيكريت عشان يتعلم الاسرار الخفيه للطاقه الايجابيه. سر لطيفه؟ لا 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 يا روز ما ينفعش، ده واد ما بيتبلش في بقه فوله، هتلاقيه جري على امه وجري على خالته عيشه. لا 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 شوف حاجه غير كده. بصي بقى انا عرفت انا هدي لتيفا ايه. الواد تيفا طول عمره بيحب الحاجات الغريبه. اديله كتاب لاجاسا كريستي. مش ده الواد اللي مثل فيلم تايتانيك مع مادونا؟ ابن اللذينه مين هتعمل ايه؟ كده مش هعرف اجيبها، انا هوريك. اهي اسحب بقى يا معلم. يا ابن الايه؟ عرفت ازاي معيش بابا؟ بابا معيش ايه يا ابني اللي انت وايه ده؟ انتوا شربتوا كل الحاجات دي؟ انت قاعد مع عيل صايع ايه؟ وحشتنا تيفا، عامل ايه يا حبيبي؟ لا يا راجل انت يا ابني مجنون، احنا مش كنا لسه الصبح بنسف عليك؟ طب بقول لك يا تيفا، انا عايزك في موضوع حياه او موت. ايه ده؟ ناوي تسيب البيت ساندي صح؟ انا ليا بقى شفت لك واحده واحده فرقعه شعر اصفر عينين ملونه. اسمع يا تيفا، اسمع واحده واحده. في ايه يا حبيبي؟ في ايه؟ ما تخضش. لا الموضوع اللي انا عايزك فيه، انا جايب لك كتاب. ايه كتاب؟ عايزني اقرا؟ بتضحك يا تيفا بتضحك ثواني بس. عايزني اقرا؟ انت عارف ده مين؟ لمين يعني عايزني اقرا؟ ده انا قريت جورنال اغمى عليا اقرا كتاب. اجاسا كريستي. اجاسا كريستي؟ ايه ده بتاع برشلونه؟ ايه ده هو كتب قصه حياته وجايب جوانه جايبها في الكتاب؟ جوانه في الكتاب؟ انا اخترت حاجه. انا عارفه الواد ده. طب بقول لك ايه يا تيفا، انت عارف الكتاب ده جواه ايه؟ ايه يعني؟ لا مش هقول لك. جواه اجاسا كريستي لا بتاع مش برشلونه. هحكي لك. مش هحكي لك، دي حاجات بوليسيه من انت بتحبها. اللي هي ايه؟ الكتاب اسمه رجل بدون وجه. ايه ده وحش ازاي؟ يعني مثلا بيمشي؟ طب ازاي هيمشي وعينه مش فاهم؟ طب يعني حد بيندهله؟ لا طب ما برضه لا مش كده يعني فكك من الاسم، فكك من الاسم. انت عارف ايه الاحداث بتاعت الكتاب؟ واحد بيطلع كده عيل شقي قوي صايع كده اهو، ينط من فوق الكوبري، يجري يخش مش عارف في الترعه، يطلع من البحر، يروح في المحيط، يعوم، ينط زي احمد. شفت احمد السقا؟ ايه؟ انت قلت لي ايه اسمه ايه؟ رجل بدون وجه. بص الاسم قافلني بس. هتقراه؟ لو عايز استنى ده هيقع. ما تشديش انت. ما تشدش ما تشديش انت. ما تشدش ما تشديش انت. واو واو واو. في ايه؟ في ايه؟ مين مسلطكم عليا النهارده؟ انا جهزت كل الكتب بتاعت الاسبوع ده وكتب ماما وروبي كمان، يكون ميزو خلص اجزاء هاري بوتر. وانا كمان جهزت الكتب بتاعت تيفا وشويه كتب للواد عمرو، بس على الله يقراهم. وانا كمان جهزت الكشف بتاع العيانين اللي بيجوا بيدفعوا لي فلوس، مش زيكم بيجوا يقعدوا طول النهار ما بشوفش منهم مليم اخضر ولا احمر. ها لو سمحتوا انت وهي اطلعوا بره، محدش يجي لي تاني هنا، ماشي؟ فرج ما تدخلش حد، والاثنين اللي طالعين دول يا فرج خد منهم الاجره وايجار البلطو. يلا اطلعوا بره بره. يقف العمده بيسموه مرتبا. بس ده مش معناه اننا ما نسافرش بره بلدنا يا ولد. يعني ايه يا عم حماد؟ يعني ايه؟ استنى اصل الكلام ده
ازاي نسافر. يا ولدي سفر عن سفر يختلف. خلي بالك بعلمك وبكرامتك. صح يعني دكتور مهندس عالم مختلف